مساء الخير، مساء المعرفة، مساء الثقافة، مساء القراءة، مساء الفلسفة، مساء الحكمة، مساء الحوار. سعداء في هذا اليوم وفي هذا المكان الذي استضافنا مرات كثيرة، والتي سعدنا بتواجدنا في هذا المكان الأنيق. أولا أوجه الشكر لإدارة المركز في شخص الأستاذة كنزة، وفي شخص أيضا المنشط الراقي أستاذ رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المرسلين. مساء الخير، مساء الفلسفة، مساء الحوار، مساء الثقافة، مساء القراءة. بمناسبة شهر الفلسفة لشهر أبريل، اقترحت الشبكة الوطنية للقراءة والثقافة أن تحتفي بالفلسفة في شخص فيلسوف مغربي، وكما يريد أن يلقب هو مفكر مغربي ذو ثقافة فلسفية واسعة. وقد اخترناه أولا عرفانا بأنه أستاذي درسني وترك بصمات قوية في حياتي الثقافية. ثانيا لأننا اخترناه لكي يكون المحتفى به في هذا الشهر اللي هو شهر الفلسفة. فعلا اختيار الدكتور مصباحي لم يأتي عبثا، لكن لأنه أنا أسميه مناضل من أجل إشاعة الفكر الفلسفي التنويري، والذي عرف به الدكتور مصباحي هو كتاباته الكبيرة والرائعة عن ابن رشد، كتاباته العميقة عن ابن رشد، والتي تركت أيضا بصمات قوية في العديد من الدارسين أو الباحثين، إلى أن سمي التيار الرشدي التنويري المجدد. فجلستنا هذه اليوم هي جلسة اعتراف وعرفان، هي جلسة من أجل الاستمتاع بمصباح مصباحي، جلسة لكي نصل الرحم الثقافي، الرحم المعرفي، من أجل أيضا تأكيد النفس. أبناؤها لا ينسون جميل الآخرين. فحلقة هذا المساء هي حضور الأستاذ مصباحي الذي سيتحدث عن مساره الثقافي والفلسفي، وحضور طالب له وأستاذ آخر من جامعة مولاي سليمان بالملال، والذي سيقوم شهادة بحقه لأنه طالبه وصديقه أيضا، ولهما نفس المسار أو معا يبحثان في المجال العقلاني، في مجال ابن رشد، في مجال الفكر الإسلامي التنويري إلى غير ذلك. ثم حضورنا هذا اليوم هو تأكيد أن الشبكة الوطنية للقراءة والثقافة تنفتح على جميع الاتجاهات أو جميع المقاصد الأخرى، كانت أدبا أو شعرا. وقد سبق لنا وفي هذا المكان في أيام رمضان أن احتفينا بالشعر، احتفينا بالتربية، واحتفينا أيضا بالقرآن الكريم. إذن جلستنا نتمنى أن تكون ممتعة، وستكون ممتعة بلا شك، لأننا نحمل هما ثقافيا نريد من خلاله أن يكون المغرب مغربا قارئا. شكرا. محمد المصباحي، أستاذ فلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدار المهراز سابقا هنا في فاس، وأستاذ كذلك سابق في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط. والآن جملة من الأصدقاء والطلبة ومحبي الفلسفة أبت إلا أن تستدعيني كي نحتفي جميعا
الفلسفة والذين يزاولونها من أجل توسيع أفق التنوير والحداثة والإيمان بالحق والعدل في هذا العالم الذي نجتاز فيه صعوبات جمة في كل المجالات، ولكن بما أن الفلسفة دائما هي مبدأ الأمل ومبدأ التطلع للمستقبل، فإننا نعتبر بأن مثل هذا الاحتفال هو احتفال بالإنسان المغربي المستقبل الزاهر الذي ينتظره. وشكرا على هذا. شكرا لك أستاذة فوزية، مرحبا بكم. بكل فرح واعتزاز نرحب بكم في رحاب مركز ثقافي إكليل فاس تابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية، التربية والتكوين. هذا الفضاء الذي يحتفي بالفكر والمعرفة يحتضن اليوم اللقاء الرابع لنادي خميس القراءة. نادي كينظم لقاءات فكرية مميزة، ولقاء اليوم هو ضمن فعاليات شهر الفلسفة. نحن سعداء باستقبال هذه المبادرة القيمة التي ننظمها بالشراكة مع الشبكة الوطنية للقراءة والثقافة، والتي تهدف إلى ترسيخ الفكر الفلسفي كرافد من روافد الوعي النقدي والنهضة الثقافية. إن لقاء اليوم تحت عنوان مسيرة فلسفية من ابن رشد إلى ما بعد ابن رشد، ومناسبة للوقوف عند مسارات الفكر الفلسفي في تاريخنا ولتأمل امتداداته المعرفية المعاصرة. أتمنى أن يشكل هذا اللقاء لحظة إلهام وحوار، وأن يساهم في إحياء سؤال فلسفي في فضائنا الثقافي. شكرا على حضوركم ومساهمتكم في إنجاح هذه الأمسية الفكرية. وبركاته. اسمحوا لي باسم المكتب التنفيذي للشبكة الوطنية للقراءة والثقافة أن أرحب بضيفينا الكريمين الدكتور محمد المصباحي من الرباط والدكتور محمد الحماني من بني ملال. أهلا وسهلا بكما في رحاب المركز الثقافي إكليل فاس. كما أرحب بأعضاء جمعية أساتذة الفلسفة بفاس، وعلى رأسهم الأستاذ يرتاوي والأستاذة فوزية صاحبة هذه المبادرة المحمودة للاحتفال بشهر الفلسفة من خلال استضافة أحد أعلامها في المغرب. كما أرحب بكل من شرفنا بحضوره تدعيما لهذه الفعاليات الثقافية التي أطلقنا عليها سلسلة أعلام ملهمة باستحضار أعلام فاعلين في حقل التربية والفكر. وقد استضفنا خلال رمضانيات إكليل تجارب نسائية متقاطعة، كما استضفنا كل من الدكتور الخمار العالمي والأستاذ محمد أضاضي وكوكبة من الشاعرات والشعراء الأساتذة في اليوم العالمي للشعر. واليوم ها نحن نستضيف أحد أعمدة الدرس الفلسفي الجامعي الذي ارتبط اسمه بفيلسوف العقل والتنوير أبو الوليد بن رشد، لما خصه به من دراسات وكتب تعد إضافات نوعية إلى المكتبة العربية الإسلامية. نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر، أو على سبيل المثال لا الحصر، الوجه الآخر لحداثة ابن رشد سنة 1998، الوحدة والوجود عند ابن رشد سنة 2002، العقل الإسلامي بين قرطبة وأصفهان 2006، من الوجود إلى الذات بحث في فلسفة ابن رشد. فقد انشغل هذا الرجل بالنص الفلسفي الرشدي في أفق استحضار قضايا ومشكلات الوضع الراهن بعيدا عن التجاذبات الإيديولوجية، حيث ظل ابن رشد نقطة ارتكاز لكتاباته. وقد اهتم كذلك بالتصوف وأعلامه وتجاربه، ولكن بعين رشدية فاحصة. وبذلك كانت رحلة الدكتور المصباحي الفلسفية بالرغم من تنوعها واختلاف محطاتها إنما هي رحلة مع ابن رشد على حد قول الدكتور مصطفى السعيدي.
وأنا شخصيا اكتشفت الأستاذ محمد المصباحي من خلال كتاب مهم للغاية أعارته لي الأستاذة فوزية الزهراوي حين قلت لها ذات يوم أنا تائهة في متاهة الشيخ الأكبر ابن عربي، فدلتني على كتاب أنار للسبيل وهو بعنوان نعم ولا ابن عربي والفكر المنفتح الصادر عن منشورات ما بعد الحداثة سنة 2006. فنحن اليوم جد سعداء بأن نحتفي بهذه السيرة الفلسفية الثرية، كما نسعد أيضا بشهادة الأستاذ محمد بن حماني ونشكره على تلبية الدعوة والمشاركة في هذا اللقاء وفي هذه اللمة الثقافية البهية في رحاب المركز الثقافي إكليل فاس. وبالمناسبة نشكر السيدة المديرة وفريق عملها على الاستضافة الكريمة، ونجدد الترحاب بالأستاذ المحتفى به وندعو له بالصحة والعافية ومزيد من الإنجاز الفلسفي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.